مينا-سان كونيجوا، اهلين فيكم كلكم. اليوم جيت لكم فيديو جديد. عملت اختبار الالوان وقالت لي على شويه الوان ما تناسبني وستايلات شعر وستايلات لبس، فقررت اليوم ان احنا نجرب هذه الستايلات والالوان ونشوف هل كلامها صح او لا. بس قبل ما تشوفون الفيديو لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك، ولو لسه تكونوا متابعين حساباتي حتلاقونه هنا او تحت صندوق الوصف، روحوا اعملوا له فولو ويلا نبدا الفيديو. هنبدأ أول شيء في الميك اب. هبدأ بالكونسيلر اللي هو 23. هي قالت لي درجتي 21. لما صورت الشورت الناس كلهم في الكومنتات تقول لي قلنا لك ان انتي غامقة مو فاتحة، وهي قالت لك 21 يعني غامق. يا اخوان، كل ما زاد رقم الفونديشن او الكونسيلر كل ما زاد غمقه. هي تقصد اني انا استخدم اغمق من لوني، يعني 23 هو اغمق من لوني. هي قالت لي انت لونك 21 واللون ذا من المحرمات حرفيا. قالت لي انه مره ما يناسبني. نعمله على عيوننا الاي شادو. انا حاساه انه مو كل الالوان اللي قالت لي انها ما تناسبني فعلا ما تناسبني. هي محترفه وقالت لي اشياء صح وانا عارفه انها اشياء صح وحسيت انها تناسبني، ولكن قالت لي ان شكل وجهي سيمول عباره عن مثلث. انا ما حاسه نفسي مثلث، حاسه نفسي جوهره وجهي. انتوا ايش تقولون، وجهي مثلث؟ قالت لي انه اي حاجه فيها بينك ولمعه ما يناسبني، وان الالوان الطافيه هي اللي تناسبني، بالرغم اني انا احس انه لا. كذا مره عملت شادو فيها لمعه وطلعت علي بيرفكت. باي ذا واي قالت لي اللون الاسود مره ما يناسبني. ما اعرف لو انا شايفه ولا لا، بس حاسه اللون فتح عيوني، خلى اللون البني يظهر اكثر. والحين مع المسكيرا. انا بصراحه احب اعمل اللي تحت. في ناس يقولوا لي ما مو مناسبتني. انتوا ايش رايكم، تحسون حلو ولا لا؟ احس كذا لو ما عملتها ما فيها لون تكون انحف. والحين صار وقت الهايلايت. اللون ذا مره حذرتني منه. ويك ميكس. واللون ذا برضو من المحرمات اللي هي قالت لي عليهم، فحنعمل له روج. وكذا خلصنا الميك اب. شوفوا هل تحسوا يناسبني او الالوان ما تناسبني زي ما هي قالت. باي ذا واي الكونسيلر والفونديشن في كوريا تميل للون الابيض، وانا بشرتي فيها اصفرار على ما قالت لي. حتى لو تحسون هنا بشرتي صفراء، فصعب جدا اني الاقي فونديشن او كونسيلر، بالرغم اني انا جايبه الكونسيلر من شقلام مايلة للصفار. يعني بشرتي درجة الاصفرار فيها مرة كثيرة. هي قالت كذا، بالرغم ان البنت نفسها انا وياها نفس التون. قالت لي هي ان انا وياها نفس التون، بس هي تستخدم الاشياء اللي هي رقم 21. والحين حننتقل لللبس. الالوان اللي مرة حذرتني الفواتح بشكل عام، اني ما البسها وما تناسبني، فحنجرب لون فواتح. نظرا انها قالت لي اللون ذا واللون ذا ظاهر لكم انه نفس اللون، بس هما شوية هذا اغمق من ذا، بس قالت لي انه اللونين ما يناسبوني. وعلى اللبس ذا حامل باروكة، حامل ستريت موري بالكوري الانجليزي سينج موري او ستريت هير، لانها قالت لي ان الستريت هير ما يناسبني، بالذات اللي فيها مغرة. وكذا تجهزنا بالطريقة اللي قالت انه مرة ما تناسبني. قالت الشعر الطويل اللي فيه غرة ويكون الشعر ناعم كذا مو كيرلي على شعرك ما يناسبك. بنفس الوقت اللون البينك ذا ما يناسبني على كلامها، وهذا الميك اب ما يناسبني. انتوا ايش تشوفون، هل يناسبني هذا الستايل ما يناسبني؟ اكتبوا لي في الكومنتات. هل تحسونا شكلي حلو ولا لا؟ قالت لي لو عملت هذا الشيء الغرة على وجهي يبين وجهي اصغر، يبين شكلي مو حلو. ايش رايكم، تحسون هذا الشيء او لا؟ احس نفسي حلوة، ما اعرف، حاسه اللون يناسبني، حاسه الشعر يناسبني. ايش رايكم انتوا؟ التجربة الثانية ونشوف لو تناسبني او لا. انا نفس الكونسيلر، يلا فينا ندمج الالوان. اعمل بس كونسيلر تحت عيوني وفوق عيوني، هدمجهم بس كذا عشان الالوان تكون واضحة على عيوني. نعمل البودرة. اول ميك اب عملته صراحة حبيته، الميك اب مرة حبيته، حسيته جدا يناسبني. حسيت انه ليش تقول لي ان الالوان هذه ما تناسبني. وللميك اب ذا حنجرب اللون ذا من الالوان اللي قالت لي نوي عليها، فحنجربها. حنعمل بانجاك جاغن بيول. انا قالت لي ان اللميع ممنوع بشكل عام علي، فنجرب ونشوف كل انواع اللميع. موسكيرا برضو قالت لي اللون ذا ما يناسبني، بام 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 بام. للميك اب ذا حنجرب الروج ذي.
ذا اللوك الثاني، ايش رايكم؟ هل تحسون الالوان اللي قالت لي ما تناسبني تناسبني او لا؟ والحين حننتقل للستايل اللبس. حلبس ذا بس مش عارف ايش الستايل اللي عليه. وايش رايكم باللوك الثاني؟ هل تحسون زي ما قالت انه ما يناسبني او انه يناسبني؟ انه الشعر يكون في شعر على وجهي ويكون اللون ذا من النوع الملابس اللي البسها او لا؟ ايش رايكم؟ تحسون كذا عن قرب؟ ما اعرف، احس الالوان اللي قالت انه ما يناسبني طلعت تناسبني، او هذا تهيؤي انا الشخصي. ايش رايكم؟ تحسونها حلو علي مو حلو علي؟ هل اجرب اشياء ثانية ما اجرب؟ وكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن الفيديو عجبكم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات هل تحسون كلامها صح كلامها غلط؟ هل الأشياء هذه تناسبني ما تناسبني؟ اكتبوا لي في الكومنتات إيش الألوان اللي تحسونها فعلا تناسبني وإيش الألوان اللي ما تحسونها تناسبني، وهل أنتم حابين تجربون هذا النوع من الاختبارات أو لا؟ برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وزي ما أقول لكم بالنهاية، مينا سا مادني.